السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل ان شاء الله النهاردة كفتة فراخ. جبت هنا قرن فلفل احمر مع بصلاية متوسطة وقرن فلفل اخضر حامي، ضربتهم كده كلهم في الكبة بتاعتي. وجبت كمان نص كيلو من صدور الفراخ البانيه متقطع كده شرايح، وهضربهم كده برضو في الكبة لغاية ما يبقى خليط ناعم متجانس جدا. حطيتهم بقى في طبق وهنزل عليهم بالخضار اللي انا ضربته من شوية بالشكل ده من غير ما اصفيه ولا حاجه. يا جماعه صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واكون محضره كمان معلقه كبيره من النشا بحيث انها تخلي القوام كده متماسك. وعندي البهارات ملح فلفل اسود شويه كمون صغيرين مع بهارات مشكله وكيس من مرقه الدجاج الفوريه بيدي طعم حلو. هقلب المكونات دي كلها مع بعضيها لغايه ما تختلط وتتجانس جدا بالشكل ده. بعد كده هحطها في التلاجة نص ساعة عشان تتشمع. هطلعها عشان ابدأ بقى اصبحها واشكلها. حسيت هنا انها ملزقة شوية، جبت كيس من الفيجيتار او لو عندك شوية بقسماط ناعم حطيهم عليها. انا كان عندي فيجيتار حطيته وقلبته كده مع الكفتة بتاعتي كلها. هبدأ بقى اشكلها بحيث ان هي ما تكونش مدورة، تكون مبططة كده شوية. بعد كده حطيت صينية او جريل على النار على نار متوسطة، وحطيت عليها شوية من الزيت. وهقلب بقى كده الفراخ على الناحيتين لغاية ما تستوي تمام بالشكل ده. خلاص كده خلصت الفراخ بتاعتي. وصفة هايلة يا جماعة وخفيفة جدا، تتاكل جنب رز بشعرية جنب مكرونة. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله. شايفين حلوة ازاي؟ عملت جنبيها شوية من البطاطس المحمرة، ما بتاخدش وقت كبير جدا في عمايلها. شايفين مستوية ازاي من جوه وطعمها روعة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع الف سلامة.